لو في مرة لقيت نفسك جسمك مكسر ورجلك مش شايلاك ودراعك مش بيتحرك وفقرات ظهرك طقت، هتعمل ايه؟ تستسلم ولا تقوم وتقول انا راجع اقوى من الاول؟ فيلمنا النهاردة بيبدأ بواحد اسمه ماشيك، عنده 52 سنة، متسلق جبال من بولندا، معروف ومخضرم. في يوم من الأيام وهو بيحاول يتسلق طريق خطير بيقع وقعة موت. رجله اتكسرت، دراعه اتدغدغ، الحوض اتفتت، 4 فقرات في ظهره اتضربوا. دخل المستشفى والدنيا سودة قدامه، بس الغريبة قرر من جواه انه راجع وراجع اقوى من الاول بكتير. ده فعلا مش راجل عادي، ده بيتحدى قوانين الطبيعة. ابتدى رحلة علاج، بس مش علاج عادي. كان بيصحى كل يوم الساعة 6 الصبح، تدريب، علاج طبيعي، جلسات نفسية، أدوية. وبدل ما يكتئب راح كتب راب. والله راح دخل سين الراب. بيقول ايه بقى؟ لو القلم بياكل فيك حوله لغنوة وطلعه في الميكروفون. كل حركة كانت عذاب، كل طلعة سلالم كانت زي جبل إيفرست. بس هو كان بيقول أنا مش هرجع عشان أتسلق، أنا هرجع عشان أكسر اللي كسرني. بدأ يسافر بولندا، أسبانيا، إنجلترا، يلف العالم ويدور على أمل، يدور على التحدي الكبير اللي هيقول منه أنا راجل ولسه واقف. الهدف النهائي ليه كان طريق اسمه أندروميدا، طريق تسلق شبه عمودي، صخر جيري، صعب جدا تسلقه، في جزيرة اسمها كاليمونس. طريق مش ناس كتير تقدر توصله أصلا. وهو رايح له وهو عنده 52 سنة بجسم كله جراح. بس الكسر الحقيقي ما كانش في جسمه، كان في دماغه. الخوف، الرهبة، الإحساس إنه مش هيعرف تاني يتسلق. وهنا بقى الفيلم بيقلب نفساني على آخره. كل جلسة علاج نفسي بتخليك تقول هو ازاي لسه عايش وازاي لسه بيحاول. في النهائي الكبير، ماشيك واقف تحت صخرة أندروميدا، العرق نازل من جبينه، الناس حواليه مستنيين يشوفوه هيفشل ولا هينجح. وانت بتتفرج قلبك بيدق جامد. كل حركة، كل مسكة في الصخرة، كل مرة رجله بتتزحلق قلبك بيقف. بس الراجل طلع وطلع وطلع لحد ما وصل. في اللحظة دي ماشيك ما كانش بس كسب صخرة، هو كسب نفسه، كسب الخوف، كسب الحياة. الخلاصة إن الفيلم ده مش عن واحد بيحب التسلق ولا عن رحلة علاج من إصابة. ده عن إنك لما تقع لازم تقوم وتمسح دموعك وتقول أنا أقوى من اللي فات. يا ريت لو بتحب القصص اللي تهزك من جواك وتفكرك إنك لسه تقدر، يبقى Stronger Than Ever هو فيلمك. قولي انت حصل لك سقوط قبل كده وقمت منه ازاي؟ وفي الاخر لو عجبك الفيديو وصلت معايا لحد هنا، يا ريت تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشارك الفيديو عشان غيرك يشوفه.